النهارده هنعمل مع بعض مكرونه وايت صوص بطريقه حلوه جدا جدا وسهله جدا جدا. اوفر بكتير جدا ما نشتريها من المطاعم، بقت غاليه جدا في المطاعم. وكلنا دلوقتي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتجنب المروح المطاعم عشان كل حاجه بقت غاليه. خلينا دلوقتي ندخل على الطريقه. اول حاجه عندي طاسه على النار، سبتها تسخن كده وبعد كده نزلت عليها بشويه من الزيت واحط عليها مكعب من الزبده. نختار زبده يكون نوع نضيف عشان تديكوا نتيجه كويسه. اول ما الزبده والزيت يسيحوا مع بعض كده، انا هنا عندي صدر فرخه، صدر واحد من الفراخ وقطعته مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. هنزل على طول بيها في الزيت اللي احنا عملناه والزبده، واحط له التوابل بتاعته اللي هي ملح وفلفل اسود. مش هحط توابل اكتر من كده دلوقتي. هبدأ بقى دلوقتي بعد ما حطيت الملح والفلفل، هبدأ ان انا اشوح في الفراخ بتاعتي. انا مش عايزاها تستوي، انا بس عايزة اديها تشميعة كده، ان هي تاخد لون ذهبي خفيف. وبعد كده هنكمل تسويتها تاني. وهي بتتعمل هنسلق المكرونة. حطيت حلة فيها شوية من المية، وكمان عليهم شوية من الزيت وشوية من الملح عشان نسلق فيها المكرونة. اول ما الميه غليت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا استخدمت المكرونه اللي هي السوسته اللي انتوا شفتوها دلوقتي دي. ممكن تستخدموا اي نوع مكرونه تاني، مكرونه شرايط او مكرونه قلم، اي نوع متوفر عندكم كله هينفع. حطيت بقى المكرونه زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها لحد ما تتسلق وبعد كده اصفيها واركنها على جنب. نرجع تاني للفراخ اللي احنا سايبينها بتتشوح. انا هنا بعد ما اخدت اللون الجميل ده، هطلعها في طبق واركنها على جنب. هي كده الفراخ لسه ما استوتش، بس استوت بنسبه كبيره جدا. هاشيلها على جنب عشان ما تنشفش، انا مش عايزاها تنشف، انا بس كنت عايزه اديها لون. هركنها على جنب ونكمل بقيه الطريقه. عندي هنا في نفس الطاسه عشان ناخد نفس البهاريز اللي فيها دي اللي نزلت من الفراخ والطعم اللي نزل فيها، وهحط فيها مكعب من الزبده. هحط عليهم حوالي 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق مليانه هرميه يعني. وبعد كده هبدأ اشوح في الدقيق. دلوقتي انا لقيت ان مقدار الدهان اللي انا حطيته مش متناسب مع الدقيق. يعني شايفين الدقيق هنا بدأ يتكتل، احط بس شوية صغيرين خالص من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، لمجرد بس ان هي تفك الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني اول ما تلاقوا الدقيق معاكم ناشف كده، تعرفوا ان مقدار الدهان اللي انتوا حاطينه قليل. هتحطوا كمان معلقة او اتنين من السمنة او الزيت، هيقوم الدقيق فكك معاكم بالشكل ده. هبدأ بقى دلوقتي معايا لتر من الحليب، هنزل بيه واحدة واحدة، وابدأ ان انا افك فيه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقلب فيه باستمرار عشان انا مش عايزاه يتجمد، انا عايزه صوص يكون خفيف خالص زي ما هوريهولكوا دلوقتي. هنزل بيه واحده واحده كده بالتدريج. انا هستخدم لتر الحليب كله. اللتر الحليب بياخد 3 معالق من الدقيق، يعني انا عشان حطيت 3 معالق دقيق فانا هستخدم لتر الحليب كله. هفضل بقى انزل زي ما انتوا شايفين كده واحده بواحده. وبعد كده دلوقتي هضيف بقيه الحاجات التانية. التوابل بتاعتي بقى بحط ملح وفلفل اسود، وكمان هحط جبنة موتزاريلا، نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا المبشورة. ولو عندك التوابل اللي هي بتاعة مرقة ماجي اللي هي الفورية زي اللي عندي دي كده، لو عندك هتاخدي منها بس شوية صغيرين كده يدولها طعم، حوالي نص معلقة صغيرة. يبقى أنا كده التوابل اللي استخدمتها حطيت ملح وفلفل أسود وتوابل مرقة الدجاج الفورية اللي هي البودر دي، وحطيت نص كوباية من الجبنة المبشورة، جبنه الموتزاريلا المبشوره. هبدا بقى زي ما انتم شايفين كده برضو اكمل كميه اللبن. انا ما رضيتش احط بقيه كميه اللبن غير لما احط الجبنه عشان نشوف القوام ونعادله. شايفين الجبنه بدات تسيح زي ما انتم شايفين كده. كده القوام جميل جدا اهو. هنزل بقى دلوقتي عندي كوبايه من الكريمه السايله اللي هي كريمه الطبخ. لو مش عندك هتدوبي الوش بتاع اللبن في شويه لبن كده، حوالي نص كوبايه من اللبن، وتاخدي معاهم وش اللبن وبعد كده تحطيهم تضيفيهم عليها. مش عندك خلاص مش مشكله خالص، بس هي بتعزز الطعم وبتديها طعم حلو. بس مش هتأثر قوي لو انت ما حطيتيهاش. خلاص كده هقلبهم بقى مع بعض، وبعد كده هنزل بالفراخ اللي احنا شوحناها في الاول، واسيبها لحد ما تستوي في الكريمة اللي احنا عملناها، عشان انا عايزاها تبقى من جوه شاربة الصوص واخدة الطعم بتاع الكريمة اللي احنا عملناها دي. بعد ما خلصت معايا بالشكل ده كده، هفضيها بقى في الحلة اللي احنا سلقنا فيها المكرونة. بعد ما صفينا المكرونة خلاص، في نفس الحلة هقوم مفضية الصوص اللي احنا عملناه ده. وبعد كده هجيب المكرونة اللي احنا سلقناها، خلاص هي كده مستوية سوا كامل. هنزل على طول عليها
على الصوص اللي احنا عملناه، وهشغل النار اديها غلوتين بس. عايزه اقول لكم حاجه، المكرونه دي لما بتقعد، يعني لو انتوا عملتوها وما كلتوهاش في وقتها، لما تقعد هتلاقوها مسكت في بعضها كده، اللي هي يعني اتكتلت في بعضها، ما فيهاش اي مشكله خالص. هتضيفوا شويه من الحليب وانتوا بتسخنوها هتضيفوا لها شويه من الحليب، هتلاقوها فكت بالشكل ده كده تاني. خلاص. يعني انتوا كلوا على قد ما تقدروا منها، واللي هيتبقى منكم لما تبرد ضيفوا لها شويه حليب بس وسخنوها. ما شاء الله طعمها حلو جدا جدا جدا، وموفرة جدا، وما بتاخدش أي وقت خالص. تقدروا تعملوها في أي وقت، مش هتاخد منكم أي وقت خالص. شايفين بقى الجمال؟ حلوة قوي قوي قوي. والصوص بتاعها مظبوط جدا، مش تقيل ومش خفيف خالص اللي هو مية، لا تحسوا بطعم الصوص فيها. هحط بقى دلوقتي عليها كمان رشة كده من الزعتر، تديها طعم حلو وكمان تديها شكل حلو. وكده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت. واشوفكم بقى في وصفات تانية كتير. يا ريت الوصفة تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. باي باي.